أهلا وسهلا بكم في وصفة ديال كغاتان في الفرن. وصفة تخفن زربن. بقاو معايا تشوفوا المكونات وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. وكما كتشاهدوا جبت واحد البول او مول ديال الفرن، دهنته بشويه ديال الزبده بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف عليه البطاطس من بعد ما غسلناها وقطعناها رونديل بهذا الشكل باش ما يجيناش الفيديو طويل. ومن بعد غادي نمشيو للتوابل، عباره عن معلقه كبيره ديال الزعتر، معلقه صغيره ديال الثوم، شويه ديال الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره ديال الملح على حسب الذوق ديالكم. وعندي هنا الفرماج ديال الساندويتش، جوج بواطات ديال الطون، وعندي جوج كؤوس ديال الحليب، وعندي كذلك بواطه صغيره ديال الكريمه ديال الطبخ بهذا الشكل هذا. فهاد الوصفه ديال كغاتان في الفرن بالطونه كيجي ولا اروع. وفي هاد الاثناء غادي نجيب واحد الكاس كبير باش غادي نعمل الخليط ديالي. غادي ندير هنا جوج كؤوس ديال الحليب بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف الكأس الثاني، وغادي نعمل التوابل مع عفوا غادي نعمل الكريمه بهذا الشكل هذا، وغادي نعمل التوابل ديالي. الكريمه ديال الطبخ راه موجوده في الاسواق. غادي نعمل التوابل: الزعتر والثوم والملح وفلفل اسود، وغادي نزيد نصف كأس ديال الماء باش كيطيب معنا ديك البطاطا. غادي نضرب الكل جيدا حتى غادي نحصلوا على واحد الخليط متجانس. غادي نعمل الطونه فوق البطاطس بهذا الشكل هذا. وانتم واللي حبيتوا، عندكم الدجاج عملوه، عندكم الكفته، عندكم اللي حبيتوا عملوه. المهم لا باز ديال الوصفه هي هذه. انا عندي صاب عندي الطون، عملت الطونه. وفي هذه الاثناء غادي نصب المزيج ديالي بهذا الشكل هذا على البطاطس. فهي وصفة أكثر من رائعة، كتجي لذيذة وبنينة، خصوصا أننا في موسم الصيف والوليدات كيحبوها، كتجي ولا أروع. وغادي نعمل كذلك الفرماج ساندويتش من الفوق، وكذلك إلا عندكم فرماج أحمر تقدروا تحكوه وديروه من الفوق. غادي ندخل على الفرن 180 درجة ونتلاقى معكم بعد ما طيب. ومن بعد ما طابت ليا الكغاتان ديال ديال الطونه والبطاطس كتجي ولا اروع. نتمنى الوصفه تنال رضاكم. تابوناو، شاركوا في القناه. الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.